فكره ان انت تحاولي وتفضلي ورا الموضوع ده سنين، عملتيها ازاي؟ الفكرة كلها ان عيلتي القريبة هتبقى عيلة الطفل، ما ينفعش اجيب الطفل ده في عيلة رافضاه. فهم دول كانوا اهم ناس يبقوا مقتنعين اصلا بالفكرة، ومع الاسف عدم اقتناعهم كان بسبب افكار مسبقة ملهاش علاقة بالحقيقة ولا بتجارب شخصية بنشوفها في الافلام وفي المسلسلات في دي التلفزيون، مشكلة. في فكر المجتمع عن الاطفال اللي بتيجي من الدور او الاطفال اللي مش عشان موجوده انت في الدور بتقللي اصلا. فرصتك انك تتجوزي، انت لسه ما اتجوزتيش، ما يمكن يا بنتي يجيلك ابن الحلال وتتجوزي وتجيبي عيال، انت تجيبي عيال. ما اتجوز واجيب عيال مع العيال المكفوله، ايه اللي مفيش هيجرى؟ ما مشكلة، دول صح. اولادي ودول اولادي. الشخص الصح لما هيجي مش هيرفض تفكيري ان دول اولادي ودول اولادي، اللي هخلفهم ولادي واللي كفلتهم ولادي، هنبقى مناسبين لبعض. لكن شخص رافض فكري هيبقى مناسب ليا اصلا كزوج ازاي؟ مش هنعرف نعيش مع بعض كمبدأ. وده اللي قلته لوالدي لما قال لي الحجه دي سبب لرفضه. ولكن انا متاكد هو سبب رفضهم الاساسي كان الافكار المسبقه بتاعه الولاد اللي في اليتيمه مكانها الدار، والولاد اللي في الدار كلهم بيطلعوا وحشين، علشان الناس فاكره بجد ان هم بيطلعوا النماذج السيئه اللي بتتشاف، وهم مش كلهم كده على فكره، في نماذج حقيقي مشرفه بتخرج من الدور برضو بسبب البيئه اللي نشأوا فيها، بسبب عدم الاهتمام بالتنشئه الصحيحه والتربيه في الدور. اكتر حاجه بيهتموا بيها الاكل والشرب والنظافه وان هم بيروحوا مدارس، اللي هي الاساسيات. بالظبط. ودي مش اساسيات تنشئه، دي اساسيات عيشه، سرفايفل. ايوه بالظبط. لكن احنا كده مش بنربي مع الاسف. قعدنا نتكلم في الكلام ده كتير قوي لحد ما قالوا لي خلاص اعملي اللي انت عايزاه.